حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ كتاكيتي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ هنبدأ مع بعض النهارده درس الأعداد المركبة، ويعتبر ده معانا أول درس في الجبر. طب الدرس اللي قبله يا مستر، الدرس ده هيساعدنا كتير في اللي جاي. خلي بالك خاصة الدرس الثالث والرابع والخامس، ولكن الأعداد المركبة كل الناس بتبدأ بيها وكل الناس بتشتغل عليها، والنهارده هنعملها لكم بطريقة سهلة ومبسطة. ويعتبر الدرس ده عقدة عند ناس كتير، ولكن هتسمعوا معانا، بس اسمع الفيديو من أوله لآخره هتفهم كل التفاصيل، وهيبقى الموضوع بالنسبة لك 100 100، مش محتاج أي حاجة خالص. تعالى يلا نبدأ مع بعض درس النهارده ونشوف هنعمل ايه في الاعداد المركبه. اول حاجه بيقول لي عندي مقدمه عن الاعداد المركبه. هنتعلم ايه في الدرس ده براحه واحده واحده، ونبص مع بعض كده في الدرس ده يا شباب. بص معايا كده في الدرس ده بيقول لي ايه. هنتعلم ايه النهارده؟ بيقول لي يعني ايه عدد تخيلي، ازاي اضع العدد التخيلي في ابسط صوره مجموعه الاعداد المركبه. يعني من الاخر هنعيش شويه مع الاعداد المركبه. تعال نشوف يعني ايه عدد تخيلي، وده اول حاجه. كان بيجي يقول لي يا شباب عندي الت بتساوي جذر سالب واحد، الت بتساوي جذر ايه؟ سالب واحد. طيب هعمل فيها ايه دي؟ هربع الت واربع الجذر. طبعا لما اربع الت هيديني ت ايه؟ تربيع، هيديني ت تربيع. ولما اجي اربع الجذر التربيع هيطير مع الجذر هيديني سالب واحد. انت قصدك العدد التخيلي ده اللي هو ايه بقى؟ بيقول لي العدد الوحيد اللي مربعه بيساوي سالب واحد، يعني ت تربيع عندي بتساوي سالب واحد. جبتها منين؟ عشان ت كانت بجذر، ركز معايا فيها تاني اهو، عشان ت كانت بجذر ايه يا شباب؟ بجذر سالب واحد. جيت اربع الت واربع الجذر طلع معايا ت تربيع بتساوي سالب واحد، وده هو العدد التخيلي، العدد الوحيد اللي مربعه بيدينا سالب واحد في الدنيا كلها. تعال نخش يلا على اللي بعده ونشوف هنقول ايه تاني في درس النهارده. يلا يا شباب نخش مع بعض في اول حاجه النهارده، وازاي هنجيب الاعداد المركبه. اول حاجه قلنا ت تربيع بتساوي سالب واحد، خلي دي على جنب كده لو سمحت. طيب تعال نشوف كده شويه امثله بسيطه. لو جيت قلت لك ت اس 3 يا مستر بتساوي ايه؟ ت اس 4 بتساوي ايه؟ ت اس 5 ت اس 6. ما علينا، تعال نشوف بتساوي ايه. يلا براحه واحده واحده. ت اس 3 ممكن افكها، بما ان اللي انا عارف ان ت تربيع بتساوي كام؟ سالب واحد. هقول ت تربيع في ت والله. طيب تعال نشوف 4. انا في حاله الضرب يا مستر بجمع الاسس، يعني اقول ت اس 2 في ت اس 2. طيب ت اس 5 ت اس 2 في ت اس 2 في ت، اجمع الاسس كده هتلاقيها 5. ت اس 6 ت اس 2 في ت اس 2 في ت اس 2. في اي مشكله يا شباب؟ طيب تعال نحل يلا. ت تربيع بكام يا مستر؟ بسالب واحد، في ت هتدينا سالب ت. تعال نشوف اللي بعدها. ت تربيع بكام؟ بسالب واحد، في ت تربيع بكام؟ بسالب واحد. سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد، اللي هي بواحد بمعنى اصح. تعال نشوف اللي بعدها. ت تربيع سالب واحد، في ت تربيع سالب واحد، في ت بت زي ما هي، سالب واحد في سالب واحد بموجب واحد، في ت بموجب ت. تعال نشوف اللي تحتها. ت تربيع بسالب واحد، ت تربيع بسالب واحد، ت تربيع بسالب واحد، سالب في سالب بموجب في سالب بسالب واحد. ايه ده؟ طب انا لو قلت لك ت اس 36 مثلا هتقعد تقول لي ت تربيع في ت تربيع في ت تربيع في ت تربيع في ت تربيع. لا يا عم احنا مش فاضيين للكلام ده. طب تعالى نعملها كده واحده واحده وبالراحه. مبدئيا كده الت اول حاجه هنشوفها في الت هنا بيبقى فيه اس صح؟ عندي لو الاس ده زوجي هنعمل ايه، ولو فردي هنعمل ايه؟ مبدئيا هناخد لو الاس اللي فوق ده زوجي، لو الاس عندي زوجي بعمل حاجه بسيطه وجميله كده وركز معايا فيها. طيب الاس ده وارد يجي موجب ووارد يجي ايه؟ سالب. يعني الاس ده لو زوجي موجب او سالب، في اي مشكله؟ يعني لو جالي ت اس 4 او ت اس سالب 4، الاثنين واحد يا شباب، موجب او سالب. بيقول لي في الزوجي موجب او سالب مش هتفرق، الموجب او سالب مش هتفرق. هنعمل ايه؟ بص يا معلم بالراحه وواحده واحده. يعني مبدئيا بشوف الاس لو زوجي موجب او سالب. بص يا معلم لو موجب او سالب بعمل ايه؟ خطوه لذيذه كده وركز معايا فيها عشان هتحبها جدا. اسهل خطوه بحل فيها. يبقى اللي فوق الت الاس لو زوجي موجب او سالب بشوفه يقبل، لو يقبل القسمة على رقم 4 أو لا يقبل القسمة على 4. إيه ده؟
تاني، لو يقبل القسمة على 4 او لا يقبل القسمة على 4. يعني ايه مش سامعك يا مستر؟ يعني لو اي رقم في الدنيا قسمته على الاربعة طلع برقم صحيح كده يقبل على الاربعة. لو طلع برقم وفي كسر او اي حاجة كده لا يقبل القسمة على 4. في اي مشكله؟ اديني مثال صغير. 4 على 4 فيها الواحد كده يقبل القسمة على 4. 10 على 4 فيها الاثنين ونص ما ينفعش يبقى لا يقبل، يبقى لازم يطلع بناتج ايه؟ صحيح. طب تعالى نشوف. طب يا مستر ماشي عرفنا لو يقبل القسمة على 4 يبقى الاجابه عندك بواحد بس كده. طب لو يقبل القسم لا يقبل القسمة على 4 يبقى الاجابه بسالب ايه؟ 1. يلا بينا يا شباب نخش على شويه امثله كده ونشوف مع بعض النهارده هناخد ايه. بص معايا، هنقول ت اس 4 ت اس 8 ت اس 6 ت اس 12 ت اس 24 ت اس 26. نفس السؤال بالظبط، هنقول ت اس سالب 4 ت اس سالب 8 ت اس سالب 6 ت اس سالب 12 ت اس سالب 24 وت اس سالب 26. وهنقول كمان مثلا، ركز معايا في الحته اللي جايه دي، 1 على ت اس 8 وعندي 1 على ت اس 10. ونقول مثلا عندي ت اس 4 ن زائد 4. تعال نبص مع بعض الاسئله دي جميله وكويسه وهتفيدنا مع بعض. يلا يا عم، اول حاجه ببص عليها الاس بتاعي زوجي موجب او سالب، مش هتفرق معايا موجب او سالب. هنشوف يقبل الاسم على الاربعه ولا ما يقبلش. يقبل الاسم على الاربعه، يقبل الاسم على الاربعه، يبقى الناتج عندي بكام؟ بواحد. يبقى الاربعه على الاربعه فيها الواحد والناتج برضه بواحد، مالكش دعوه فيها بكام. وهنا برضه سالب 4 يبقى بكام؟ بواحد، لان قلنا رقم مش هيختلف من موجب وايه؟ وسالب. انا بتكلم عن الاس الزوجي، ركز معايا. 8 تقبل اسم على الاربعه؟ تقبل، تدينا الاثنين. ما دام تقبل اسم على الاربعه يبقى الاجابه عندي بكام؟ بواحد. طب والسالب 8 نفس الكلام برضه بكام؟ بواحد، لان سالب وموجب ما بيختلفش معايا في الاس الايه؟ الزوجي. 6 تقبل اسم على الاربعه؟ لا ما تقبلش طبعا الاسم على الاربعه، هتديني كسر او رقم عشري. طيب تعالى، يبقى هنقول لا تقبل، يبقى الاجابه بسالب 1. وهنا هتبقى برضه بسالب 1. ليه يا مستر؟ عشان موجب وسالب قلنا الاثنين زي بعض. ال 12 تقبل الاسم على الاربعه؟ تقبل، يبقى الاجابه 1. طب وسالب 12 برضه 1، ما احنا قلنا السالب والموجب مش هيفرق. 24 تقبل على الاربعه؟ تقبل على الاربعه، يبقى الاجابه بواحد. سالب 24 نفس الكلام بايه؟ بواحد. 26 تقبل الاسم على الاربعه؟ لا ما تقبلش، يبقى سالب 1. وهنا سالب 26 هيدينا برضه سالب 1. من الاخر اي اس لو اس مليون هشوفه يقبل الاسم على الاربعه ولا ما بيقبلش اسم على الاربعه. الاس الزوجي موجب او سالب بيقبل على الاربعه يبقى الاجابه بواحد، لا يقبل على الاربعه يبقى بسالب 1. تعالى بص لي على الحته الصغيره الجميله دي. لو قال لي 1 على ت اس 8، طيب هطلع دي فوق بعكس الاشاره، يعني ت اس سالب 8. سالب 8 بيقبل ولا ما بيقبلش؟ بيقبل، يبقى الاجابه عندي بكام؟ بواحد. طب اللي تحتها، تعال نشوف اللي تحتها كانت ايه؟ 1 على ت اس 10. طلع دي فوق يبقى ت اس سالب 10. في اي مشكله؟ طيب ال10 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ ما بتقبلش، يبقى بسالب 1. طيب تعال نشوف دي. لو قال لي ت اس 4 ن زائد 4 وقال لي هنا ت اس 4 ن زائد 6. ركز معايا بقى، بوزع الاس. يعني ايه اوزع الاس؟ يعني هنقول ت اس 4 مضروبه في ت اس 4. ت اس 4 ن مضروبه في ت اس 4، وهنا ت اس 4 ن في ت اس 6. في اي مشكله؟ يلا فك الاولانيه. الاربعه بتقبل ولا ما بتقبلش؟ مالكش دعوه بالنون. الاربعه بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل، يبقى الاجابه هنا بكام؟ بواحد. في ت اس 4 بتقبل برضه في 1، يبقى 1 في 1 بكام؟ بواحد. تعال نشوف دي. ت اس 4 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل، يبقى بواحد. في ت اس 6 6 ما بتقبلش اسم على الاربعه يبقى بسالب 1، يبقى 1 في سالب 1 بكام؟ بسالب 1. ده يوم ما يجيب لك سؤال رخم قوي يا شباب، ركز معايا فيه بالله عليك. يوم ما يجيب لك سؤال رخم قوي معايا. في اي مشكله؟ طيب مستر احنا خدنا الت لما يكون الاس ايه؟ زوجي. انا عايز الاس اللي فوق ده فردي. عايز الاس اللي فوق ده ايه؟ فردي. هنا عندي حته جميله قوي. الفردي عندي نوعين، يا اما موجب يا اما سالب. يا اما موجب يا اما ايه؟ سالب. بعد ما بعالجها ببدا اشتغل عليها. طيب بص معايا، لو الاس بتاعك موجب بطرح منه 1، يعني انقص منه 1.
ولو الأس بتاعي سالب بجمع عليه واحد. هنشوفها دلوقتي في أمثلة. لو الأس موجب، يا مالها قلبت 14 ليه كده؟ سالب يبقى أجمع عليه واحد. ركز معايا. يبقى لو الأس موجب بطرح منه واحد، ولو الأس سالب بزود عليه واحد. بعد ما تجمع وتطرح الاتنين زي بعض برضه، بس خلي بالك لو موجب بطرح واحد، لو سالب بجمع واحد. بشوفهم. ها، يقبل القسمة على رقم 4 ولا لا يقبل القسمة على 4؟ طب يا مستر لو يقبل القسمة على 4 يبقى الإجابة عندي ت. لو لا يقبل القسمة على 4 سالب ت. خلي بالك عشان عكس بعض. لا اديني أمثلة بقى عشان ما توش منك. حاضر، هقول لك مثلا ت أس 3. ركز معايا في دي قوي. وت أس سالب 3. ت أس مثلا 5. وت أس سالب 5. ت أس 11. ت أس سالب 11. وعندي ت أس 25. وعندي ت أس سالب 25. ت أس 35. وعندي ت أس سالب 35. كفاية كده. يلا بينا. الأس اللي هنا ده يا عم أنور فردي، لازم أنا أفنط موجب ولا سالب؟ موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى فردي وموجب، فردي وإيه؟ وموجب. طيب يبقى نقص من الأس واحد. الأس ده كام يا شباب؟ 3. نقص منه واحد هيبقى كام؟ 2. انقص منه واحد هيبقى كام؟ 2. تاني الأس ده إيه؟ موجب. انقص منه واحد. التلاتة لما نقص منه واحد تبقى كام؟ 2. الاتنين تقبل على 4 ولا لا تقبل؟ لا تقبل. يبقى الإجابة عندك إيه؟ سالب ت. لا واحدة كمان. طيب ت أس 5. ت أس كام؟ 5. الخمسة رقم فردي. الخمسة رقم إيه؟ فردي. حلو يا مستر. موجب يبقى انقص منه ايه؟ واحد. انقص من 5 واحد هيدينا 4. الرقم اللي هيطلع بقى بعد ما نقص ال4 يقبل الاسم على ال4؟ هيقبل يدينا ت. لا واحدة كمان. طيب ت أس 11 فردي وموجب. انقص من الأس كام؟ واحد. ال 11 انقص منها واحد تبقى 10. ال 10 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ ما بتقبلش. يبقى سالب ت. طب واحدة كمان. ت أس 25 فردي موجب. انقص من الأس واحد يبقى 24. واشوف الرقم الجديد ال 24 يقبل ولا ما يقبلش؟ يقبل. يبقى الإجابة ت. في أي مشكلة؟ طيب تعال نشوف اللي بعد. 35 انقص من الأس واحد تبقى كام؟ 34. يبقى كام يا شباب؟ 34. بيقبل ولا ما بيقبلش؟ ما بيقبلش. يبقى سالب ت. في أي مشكلة؟ ما بيقبلش يبقى سالب إيه؟ ت. في أي مشكلة عندي يا شباب؟ طيب تعال نشوف لو الأس فردي بس سالب. فردي بس ايه؟ سالب. بجمع عليه واحد. بجمع عليه ايه؟ واحد. السالب 3 زود عليها واحد هتقول لي 2. لا زود على الأس وسيبك من الإشارة. زود على الأس وسيبك من الإشارة. يعني السالب 3 زود عليها واحد تبقى سالب 4. ال4 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل. يبقى بت. طب واحدة كمان. سالب 5 زود عليها واحد تبقى 6. بتقبل ولا ما بتقبلش؟ ما بتقبلش. يبقى سالب ت. اللي بعده سالب 11 ازود عليها واحد تبقى 12. ال 12 بتقبل ولا ما بتقبلش؟ بتقبل. يبقى ت. طيب تعالى نشوف اللي بعده. سالب 25. سالب كام؟ 25 ازود عليها واحد تبقى 26. بتقبل ولا ما بتقبلش؟ ما بتقبلش. يبقى سالب ت. 35 ازود عليها واحد يبقى 36. 36 بتقبل ما بتقبلش؟ بتقبل. يبقى ت. هتيجي تلاقي دول اصلا عكس بعض. خلي بالك ده عكس ده خالص. يبقى في فرق في الأس. عندي في فرق في الايه؟ في الأس. بالمختصر المفيد لو الأس عندي زوجي أو فردي راجع الحتة دي بالتفصيل لو أنت سقطت فيها، وهعملها لك دلوقتي مع بعض. بص معايا بقى كده عشان هنقسمها لك دلوقتي. يبقى لو الأس إيه؟ زوجي أو فردي. في أي مشكلة؟ طيب لو زوجي يا مستر عندي نوعين. إيه هما؟ موجب أو سالب. وهنا برضه عندي نوعين. لو موجب او سالب مفيش اي مشكله. طيب هنا لو موجب او سالب بروح يا مستر كده معايا لو سمحت. لو موجب او سالب الاتنين زي بعض. بشوفهم. اول حاجه
يقبل القسمة على 4 ولا لا يقبل القسمة على 4؟ لو يقبل القسمة على 4 يا مستر يبقى الإجابة بتاعتي هنا 1. لو لا يقبل يبقى -1. في أي مشكلة؟ طيب تعال نشوف اللي بعده. لو الأس بتاعي موجب نقص 1. لو الأس بتاعي زاوي زود 1. في أي مشكلة؟ طيب بالراحة بقى، بعد ما نقص وبعد ما ازود نفس القصة بالظبط. بشوفه يقبل على 4 لا يقبل على 4. في أي مشكلة؟ طيب تعال نشوف. لو يقبل على 4 يبقى ب لو لا يقبل على 4 يبقى ب أي أس في العالم، أي أس في العالم هتمشي عليه القاعدة دي. يلا خد سكرين جميل، يلا خد سكرين جميل عشان تحطها قدامك، وحط أي أس أي حاجة في الدنيا، طبق القاعدة بتاعتك هتلاقي الدنيا تمام و100 100. خدت سكرين؟ يلا بينا. إيه تاني يا مستر؟ دي أول نقطة في الأعداد المركبة عندي. طيب عايز إيه دلوقتي يا مستر؟ أول حاجة يديها لي النهارده، تعالى نشوف مع بعض كده بيقول لي إيه. ركز معايا يا مستر كده بالراحة، ركزي معايا كتكوتة، ركز معايا كتكوت. بيقول لي اوجد قيمة س وصاد، اوجد قيمة س وايه؟ وصاد. طيب ده اسمه عدد مركب، ده اسمه عدد ايه؟ مركب، اللي هو س زائد صاد ت. ليه بنقول عليه عدد مركب؟ لانه عبارة عن عددين، عدد حقيقي وعدد تخيلي. اعرف منين ده عدد حقيقي؟ عدد عادي جدا. طب تخيلي لازم أن يكون فيه ت، يبقى العدد اللي جنبه ت بيبقى اسمه عدد ايه؟ تخيلي. عدد ايه يا شباب؟ تخيلي. يبقى اول حاجه لازم نعرفها ان ده كله على بعضه اسمه عدد مركب. عايز اطلع قيمه س وقيمه ايه؟ صاد. لو سويت الاعداد مركبه ببعض يا باشا، لو سويت الاعداد المركبه ببعض تطلع بكل سهوله قيمه س وقيمه ايه؟ صاد. بمعنى الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. تاني، العدد الحقيقي بيساوي الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. بمعنى تعالى يلا نمسح مع بعض عشان نحل السؤال ده. بص معايا بقى واحده واحده كده وصلي على النبي. مش ده العدد الحقيقي هيساوي الحقيقي، يعني س تساوي كام؟ 4. طب والتخيلي اللي هو صاد هتساوي كام يا باشا؟ التخيلي -3، يبقى صاد بتساوي -3. بس كده، ساوي س بالعدد اللي زيها اللي هو الحقيقي، صاد باللي زيها اللي هو التخيلي. تعال نشوف اللي تحت. س هتساوي اللي زيها اللي هي الأربعة، يبقى س هنا بتساوي 4، وصاد هتساوي كام؟ 5 بس. ليه يا مستر -5؟ لا، عشان لو تفتكر صاد كانت بالسالب، صاد كانت بالايه؟ بالسالب، وسالب 5 يبقى صاد هتساوي كام؟ 5. في أي مشكلة؟ بساوي العدد الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالايه؟ بالتخيلي. تعال نشوف مع بعض. ايه ده يا مستر؟ انا عايز عدد مركب، ده عدد مركب لكن ده مش عدد مركب. لا عدد مركب، بس بيقول لي اجمعهم لي مع بعض. اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. تعال نبسط دي الاول. يلا 3 و2 5. هناخد الجمع والطرح والضرب وضرب في المرافق دلوقتي كله بالتفصيل. تعال نجمع يلا مع بعض. 3 و2 5، و2 زائد سالب ت يعني 2 ناقص ت بسالب ت. في اي مشكله؟ 2 ناقص 1 بواحد. 2 ناقص 1 بكام؟ بواحد. ده العدد عندي اهو. ساوي يلا س زائد صاد ت. س زائد صاد ايه؟ ت. مفيش اي مشكله. يبقى الس هتساوي الحقيقي والصاد هتساوي التخيلي. يعني الس هنا هتساوي كام يا شباب؟ 5، والصاد هنا هتساوي كام؟ -1. س هتساوي 5 والصاد هتساوي كام؟ -1. بمعنى صح بيجي لي اعداد بسيطه كده ان انا اساوي الاعداد الحقيقي بالحقيقي والتخيلي بالايه؟ بالتخيلي. وتعالى نخش مع بعض على اهم سؤال عندي. بيقول لي اوجد في ابسط صوره. اوجد في ابسط ايه يا شباب؟ صوره. ركز معايا. بيقول لي اوجد في ابسط صوره. تعال نبص مع بعض يلا عشان السؤال ده مهم جدا. ازاي نجمع وازاي نطرح وازاي نضرب. اوجد ده في ابسط صوره. طيب دول ما بينهم علامه ايه يا شباب؟ جمع. اجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يلا معايا من خطوه واحده. 3 و4 7، 5 ت ناقص 2 ت يبقى 3 ت. بس كده. ت 3 و4 7، ت مع ت 5 ت ناقص 2 ت هيدينا كام؟ 3 دي. في اي مشكله؟ تاني اهو
صعب. كتكوته رحت فين؟ 3 و4 7. 5 ت ناقص 2 ت بموجب 3 ت بالشرط الكبير. طب تعالى نطرح يلا، ده ناقص ده، 2 ناقص 5 سالب 3. 2 ناقص 5 سالب 3. سالب ت وعندي سالب ت يبقى سالب 2 ت، لأن سالب في موجب بسالب، دي سالب في موجب بسالب، وعندك سالب ت ناقص ت سالب وسالب يبقى ينزل بسالب، وواحد واحد 2 يبقى بسالب ت، يبقى سالب 3 ناقص 2 ت. في أي مشكلة؟ هنا جمعت وهنا إيه يا شباب؟ هنا جمعت وهنا طرحت. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي ضرب بقى، مهم جدا وركز معايا لو سمحت. الضرب مهم جدا وركز معايا لو سمحت. بص معايا بقى، صلي على النبي. هنا القوسين دول لازقين في بعض يبقى مضروبين. بضرب ازاي يا عم؟ وواحده واحده وبالراحه، واحده واحده. بضرب الرقم الاول في الاول، والاول في الثاني، والثاني في الاول، والثاني في الثاني. لا بالراحه، اضرب معايا. يلا يا عم. الاول في الاول 4 في 3 ب 12. الاول في الثاني 4 في 5 بسالب 20، وحط ت زي ما هي. تاني 4 في 3 ب 12، 4 في 5 ب 20 بالسالب، والت هتنزل زي ما هي، يعني 4 في سالب 5 ت بسالب 20 ت. اضرب الرقم الثاني يلا. الثاني في الاول 2 في 3 ب 6، والت هتنزل زي ما هي، و2 في 5 بسالب 2 في 5 بسالب كام؟ 10، وت في ت بت تربيع. تاني بص معايا. يبقى الاول في الاول 4 في 3 ب 12، 4 في 5 ب 20 يبقى سالب 20 ت، وهنا اللي بعده 2 ت في 3 ب 6 ت، وعندك 2 ت في سالب 5 ت بسالب 10 ت تربيع، بسالب 10 ت يا شباب تربيع. في اي مشكله؟ طيب بسط المساله، خد اللي زي بعض مع بعض. الرقم فيه ارقام ثانيه؟ لا، نزل 12 زي ما هي. سالب 20 ت وزائد 6 ت رقمين زي بعض بس فيهم اشاره مختلفه، يعني ناقص 20 زائد 6 نطرحهم من بعض سالب 14، ونزل الت زي ما هي. دول كده مع بعض اهم. سالب 20 ت زائد 6 ت بالراحه بالفلاحي خالص اهو، يبقى 20 ناقص 6 هيديني سالب 14 ت ناقص 10 ت تربيع. بص بقى يا معلم، اول ما تشوف ت تربيع في اي حته، ت تربيع في اي حته بتساوي سالب 1، لازم تعوض عنها على طول بكام؟ بسالب 1. العدد التخيلي. يلا يا عم شيل ت تربيع وحط بدلها سالب 1، يبقى سالب 1 في سالب 10. نزل الرقم بتاعك يبقى 12 ناقص 14 ت. عوض يلا عن ت تربيع بسالب 1، هي سالب 10 في سالب 1 يبقى بموجب 10. شلت ت تربيع وعوضت عنها بكام؟ بسالب 1. سالب 1 في سالب 10 يبقى موجب 10. رقمين زي بعض اهو، 12 و10 22 ناقص 14 ت. ودي ابسط صوره للعدد التخيلي اللي هو كان س زائد ص ت. انا عايز اوصل للصوره دي اللي هو 22 ناقص 14 ت. في اي مشكله يا شباب؟ تاني يبقى لما اجي اضرب بنفس الكلام واوصل في الاخر لرقم، خلي بالك ت تربيع بكام؟ بسالب 1. في اي مشكله؟ عايزين نضرب دي. في اي مشكله؟ تعال نضربها. هي دي تربيع صح؟ هي 2 اس 2 بتساوي كام؟ 4. يعني كام؟ يعني 2 في 2 ب4. هي صح؟ طيب ت تربيع انا هحل لك القوس ده بطريقتين، خلي بالك منه، هحله لك بطريقتين. ركز معايا. هفك القوس ده الاول، عباره عن قوسين مضروبين في بعض، زي 2 في 2 ب4 زي 2 اس 2، يعني 3 زائد 2 ت، وعندي 3 زائد 2 ت. وهعمل بنفس الطريقه، اللي ما فهمش الاولانيه يرجع يسمعها ويسمع الثانيه يلاقي نفسه وصل. بص معايا يا عم يلا، ها قول معايا. 3 الاول في الاول 3 في 3 ب9، الاول في الثاني 3 في 2 ب6 وانزل الت زي ما هي، الثاني في الاول 2 في 3 ب6 وانزل الت زي ما هي، 2 في 2 ب4 وت في ت بت تربيع. في اي مشكله؟ كمل يا مستر. حاضر. بيقول لي 9 زائد 6 ت و6 ت اجمعوا مع بعض 12 ت زائد 4 ت تربيع. قلت لك اول ما تشوف الت تربيع معايا على طول شيلها وحط بدلها كام؟ سالب 1. يلا يا عم، يعني 9 تنزل زي ما هي زائد 12 ت. هنا سالب 1 في 4 بسالب 4، رقمين زي بعض اطرح يلا، يعني 9 ناقص 4 5 زائد 12 ت. ده نفس الطريقه دي. تعال نحل دي بالطريقه الثانيه. بص معايا يلا. ها هنعمل ايه؟ نزل الرقم زي ما هو والكل تربيع.
هنعمل ايه؟ اضرب الاول في نفسه 3 في 3 ب9، التاني في نفسه 2 في 2 ب4 وت في ت بت تربيع. اضرب الاول في نفسه والتاني في نفسه. طب اجيب الفلوس ازاي؟ الاول في التاني في 2، الاول في التاني في 2، 3 في 2 ب6 في 2 ب12 ت. تاني ضربت الاول في نفسه، ضربت التاني في نفسه، الاول في التاني في كام؟ في 2. بص هي الخطوه دي صح؟ يلا ت تربيع قلنا بكام؟ -1، يعني 9 زائد 12 ت. 9 زائد 12 ايه يا شباب؟ ت. بتقول ايه؟ 4 في -1 بسالب كام؟ 4. نفس الخطوه بالظبط. يلا اطرح الاثنين دول من بعض، 9 ناقص 4 5 زائد 12 ت. نفس طريقه الحل بالظبط. في اي مشكله؟ نفس طريقه الحل بالظبط. في اي مشكله يا شباب؟ طيب راجع الفيديو بالراحه بعد ما تسمعه لاول مره، لان اهم حاجه تسمع الفيديو الشرح مرتين عشان تبدا تفهم. وطبعا لو انت في السنتر معانا الحل هيبقى في السنتر ان شاء الله، هيبدا من اول الحل على طول الحصه الجايه، وعندك برضو الحل بتاع التمارين هيبقى على المنصه لطلبه الاونلاين. تعال نشوف اللي بعد. بيقول لي ايه؟ حلوه قوي دي، ركز معايا في السؤال ده، حلوه قوي المساله دي. بص معايا يا فندم، بص معايا. طيب تعال نحل السؤال ده والسؤال ده. اول سؤال بيقول لي 1 ناقص ت اس 4، ت اس كام؟ 4. ايه يا عم ده بقى؟ بالراحه واحده واحده يا عم قمر. قبل اي كلام انا اتعلمت ت اس 2 صح؟ طيب اي اس هيجي لك في الدنيا خليه ت اس 2، ت تربيع بمعنى اصح. يعني ايه؟ اقسم دي على الاثنين هيديك كام؟ 2. اقسمها على 2 هيديك كام؟ 2. يلا بينا. يعني هنعمل ايه؟ الاربعه هقسمها على الاثنين هتديني كام يا شباب؟ 2. يعني اقول 1 ناقص ت الكل تربيع، الكل تربيع. في اي مشكله؟ تاني لو قلت لك مثلا بالراحه واحده واحده 2 اس 4 اللي هي 2 اس 2 الكل اس 2. طيب لو قلت لك مثلا 1 ناقص ت الكل اس 10، انا عايزها اس 2 صح؟ عشان اقدر احلها زي ما اتعودت، وبعد كده احط الاس الكبير. طيب هقسمها على الاثنين طلعت كام؟ 5. يبقى 1 ناقص ت الكل اس 2 ده ثابت، الكل اس 5. طب لو الاس بتاعك اس 5، اس مثلا هنقول اس 100، هنعمل ايه؟ اقسم على الاثنين هيساوي كام؟ 50. يبقى 1 ناقص ت الكل اس 2 الكل اس 50. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ خلي بالك من النقطه الجميله دي عشان نحلها مع بعض. يلا نعملها من الاول. يبقى 1 ناقص ت، عرفت بختصر الاس ازاي؟ اس 2 الكل اس كام؟ 2، لان قسمت الاربعه على الاثنين اداني كام؟ 2. في اي مشكله؟ لو جالك اس 10 يبقى الاس الصغير جوه والكبير ايه؟ بره. يلا نفك دي على طول. يلا خلينا في السؤال اللي جوه بقى، خلينا في اللي جوه، انسى الاس اللي بره، خلينا في دي الاول. عرفنا نفكها نعملها من خطوه واحده بدل ما نعمل قوسين. الاول في نفسه 1 في 1 ب1، الثاني في نفسه سالب ت في سالب ت يبقى موجب ت تربيع. في اي مشكله؟ الاول في الثاني في 2، الاول في الثاني في 2، 1 في 1 ب1 في 2 يبقى بسالب 2 ت. في اي مشكله يا شباب؟ ده السؤال عندك. يلا شفت الت تربيع بشيلها وبحط عليها ايه؟ بدلها -1 يبقى 1 ناقص 2 ت زائد 1 ناقص 1 قصدي. في اي مشكله؟ طيب يبقى 1 لانها كلها غلط، يعني 1 ناقص 2 ت ناقص 1. في اي مشكله يا شباب؟ يا مستر الواحد هيطير مع -1 هيدينا -2 ت الكل اس، ما تنساش الاس اللي بره 2. في اي مشكله؟ طب لو 5 اس 5 عادي. يلا فك القوس ده. يلا اضرب الاول في نفسه وهو كل واحد بس، يبقى -2 في -2 بموجب كام؟ 4 وت في ت بت تربيع. فكيت ده. في اي مشكله؟ ضربته في نفسه 2 في 2 ب4 وت في ت بت ايه؟ تربيع. قلت لك 100 مره ال4 في ت تربيع بكام؟ -1. يبقى 4 في -1 بكام؟ ب4. ركز معايا في ده. في اي مشكله يا شباب؟ طيب لو اداني نوع زي كده رقم واحد بس بره مضروب، اضرب الاول في الاول والاول في الثاني على طول. يعني ت في 5 ب5 ت. في اي مشكله؟ وعندك ت في 3 بسالب 3 ت تربيع. ليه؟ لان ت في ت بت تربيع. طب قلت لك 100 مره 5 ت. 5 ايه يا شباب؟ ت. عندك ركز في الحته اللي جايه دي قوي. ت تربيع بكام؟ بسالب 1. -1 في -3 بموجب 3.
لان سالب في سالب بموجب، 1 في 3 بكام؟ ب3. ظبطها لي شويه، خلي الحقيقي الاول والتخيلي. حاضر يا مستر، يبقى 3 زائد 5 ت. مفيش اي مشكله، عشان لو ما لقيتش ده في الاختياري اعدلها شويه، هات لي الحقيقي الاول وبعدين الايه؟ التخيلي. في اي مشكله يا شباب؟ طيب تعالى يلا نخش على اللي بعده ونشوف بيقول ايه. طيب ضرب برضه، بس الضرب هنا سهل شويه. ليه سهل شويه؟ اقول لك دلوقتي. بص، الرقم ده مش شبه ده مع تغيير الاشاره؟ تاني، الرقم ده مش شبه ده مع تغيير الاشاره؟ بالفلاح الرقم والمرافق بتاعه بتبقى اسهل في الضرب شويه. ما اعرفش يعني المرافق، هناخدها بالتفصيل دلوقتي، هناخد مرافق العدد دلوقتي. ولكن لو الرقم ده شبه ده بتضرب الاول في الاول والتاني في التاني. يعني 2 في 2 ب4 وت في ت بسالب ت تربيع. بس واي عدد بضربه في المرافق. يعني ايه كلمه مرافق بقى؟ نقولها بالمره. 2 ناقص ت، المرافق بتاعه 2 زائد ت. بعمل ايه بقى في المرافق؟ بغير اشاره العدد التخيلي. بغير اشاره العدد الايه؟ التخيلي. يعني 2 زائد 5 ت، غير اشاره العدد التخيلي 2 ناقص 5 ت. مثلا 3 ناقص 4 ت، يبقى 3 زائد 4 ت. في اي مشكله؟ طيب يبقى من الاخر لو جالك العدد في المرافق بتاعه هتعمل ايه يا عم انور؟ اضرب الاول في الاول والتاني في التاني. 2 في 2 ب4. ناقص في سالب في موجب بسالب ت في ت بت تربيع. خلي بالك العدد في المرافق بتاعه لازم يطلع رقم حقيقي، لازم يطلع رقم حقيقي، لان غالبا ت في ت بتبقى بت تربيع. هنعوض عنها بكام؟ بسالب 1. يلا 4 سالب في سالب 1 بموجب 1، هيطلع معايا الناتج بكام؟ ب5. ما فهمتش دي؟ تعالى افهم دي يلا. العدد والمرافق بتاعه صح كده؟ يبقى الاول في الاول الثاني في الثاني. 3 في 3 ب9 وت في ت بسالب ت تربيع. طب قلنا ت تربيع بسالب 1، سالب في سالب بموجب، يبقى 9 زائد 1 هيدينا كام يا شباب؟ 10. رجعهم براحه كده هتلاقي نفسك 100 100 فيه. يبقى في حاله ان انا بضرب العدد في المرافق بتاعه الاول في الاول والثاني في الثاني على طول، ولازم يطلع بعدد حقيقي. يعني العدد في المرافق بتاعه بيطلع بعدد حقيقي. تعالى يلا نتفرج شويه على ايه الاعداد والمرافق بتاعها، العدد والمرافق بتاعه بالتفصيل كده. بمعنى بسيط قوي بيقول لي العدد بيختلف في اشاره الجزء التخيلي فقط لا غير. يبقى العدد والمرافق بتاعه زي ايه يا مستر؟ 5 زائد ت، هغير التخيلي يبقى 5 ناقص ت، هغير التخيلي يبقى 4 زائد ت، هغير التخيلي. خلي بالك هنا التخيلي هو اللي ت، يعني سالب ت ناقص 2. خلي بالك من الحته دي، ركز فيها قوي. عندي 3 ت زائد 5 ده العدد، اغير اشاره ده بس يبقى سالب 3. ممكن اعملها كده سالب 3 ت زائد 5، سالب 3 ت زائد ايه؟ 5. في اي مشكله؟ سالب 3 ت زائد 5. طيب او ممكن اخليها حقيقي الاول، يعني الخمسه ناقص الثلاثه ت. خلي بالك من دي. 2 ت هي اصلا عدد تخيلي غير اشارتها سالب 2 ت. اهم نقطه عندي عايز اقولها لك اللي هي الخمسه، المرافق بتاعها 5، السبعه المرافق بتاعها 7. بمعنى اصح بغير اشاره العدد التخيلي. بص عليهم، خدها يلا سكرين بسرعه هتشوف التغيير بتاعها. خلي بالك من النقطه بس دي لان بعكسها، بخلي الحقيقي الاول عشان لو في الاختيارات عندي ما لقيتهاش. وبعد كده اي عدد في الدنيا المرافق بتاعه نفس العدد. الاسئله دي هيجي لك عليها اختيارات كتير قوي فركز فيها بالله عليك. يلا بينا يا شباب نخش على مثال 6 وهيلم لي الدرس كله. اول حاجه بيقول لي العدد 5 ناقص 4 ت، اكتب مرافقه ثم اوجد مجموع العددين وحصل ضربهم. طيب العدد عندك هو ايه اصلا؟ 5 ناقص 4 ت. ركز معايا بقى وصلي على النبي. عايز المرافق بتاعه 5 زائد 4 ت. عملت ايه يا مستر؟ غيرت اشاره العدد التخيلي. في اي مشكله؟ ده اول مطلوب عندي. المطلوب الثاني عايز مجموعهم، يبقى احطهم جنب بعض. 5 ناقص 4 ت زائد 5 زائد 4 ت. نجمع، يلا نجمع. اجمع الاول مع الاول، العدد الحقيقي مع الحقيقي. 5 و5 10 وسالب 4 ت وموجب 4 ت الاثنين هيطيروا مع بعض، يبقى الاجابه عندي بكام؟ ب 10. ماشي. عايز حاصل الضرب. حاضر يا مستر، اجيب حاصل ضربه. يلا يبقى 5 ناقص 4 ت مضروبه في 5 زائد 4 ت. يا لهوي لسه عمال اقول لك اهو
اي عدد في المرافق بتاعه يبقى الاول في الاول والتاني في التاني. العدد في المرافق بتاعه يبقى الاول في الاول والتاني في التاني. 5 في 5 25. 4 سالب في موجب بسالب. 4 في 4 ب 16. ت في ت بت تربيع. خدها بالتفصيص اهو. 5 في 5 ب 25. سالب في موجب بسالب. 4 في 4 ب 16. ت في ت بت تربيع. ت تربيع قلت لك لما تشوفها عندنا فوبيا منها على طول شيلها وحط بدلها سالب 1. يبقى 25 سالب 16 في سالب 1 يبقى بموجب 16. خلي بالك من النقطة دي قوي. سالب 16 في زائد 1 يبقى بموجب كام؟ 16. يبقى 25 زائد 16 الناتج اللي هيطلع. وكده يكون خالص عندي السؤال. في أي مشكلة يا شباب؟ تاني. يبقى 5 في 5 25. 4 في 4 في 16 وعندي سالب 1 في سالب 16 هيدينا موجب 16. وخلي بالك الموجب 16 ادي 30 وعندك 11 يبقى 31. طلع ناتجك ويبقى كده المسألة خلصت. طيب لو جالي عندي العدد المركب في صورة بسط ومقام، في صورة بسط وايه؟ في المقام، بضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. لا مش فاهم حاجة، بالراحة. لو اداني لكتابة العدد المركب في أبسط صورة إذا كان له مقام، لو في عندي مقام بنضرب البسط والمقام في مرافق المقام. في مرافق الايه؟ المقام. ما تحل يا مستر سؤال كده عشان ما توجعش قلبنا. حاضر يلا. مش ده العدد في بسط ومقام؟ هضرب في مرافق المقام. المقام المرافق بتاعه ايه؟ 2 زائد ت. يبقى المرافق 2 ناقص ت و2 ناقص ت. بسط ومقام. بضرب في المرافق بسطا ومقام. بجيب مرافق المقام وبضرب فيه بسط ومقام. يلا اللي شبه بعض اضربوا مع بعض. سيب البسط زي ما هو يا مستر. 10 مضروبه في 2 ناقص ت. ممكن اغيره وده زي ده. اضرب الاول في الاول 2 في 2 ب4 وت في ت بسالب ت تربيع. بص التاني. حاضر يا مستر. 10 2 ناقص ت. قلنا ت تربيع بكام؟ سالب 1. 4 زائد 1. ليه زائد يا مستر؟ ما هي سالب 1 في سالب بموجب 1. يبقى 4 زائد 1 هيدينا كام يا شباب؟ 5. يعني 10 2 ناقص ت على 5. على الخمسة فيها الواحد، على الخمسة فيها الاتنين. يبقى 2 افتح قوس 2 ناقص ت. هو ده اللي اتفضل. هنكمل هنكمل طبعا. يلا نكمل مع بعض. 2 في 2 ب4 و2 في ت بسالب 2 ت. هو ده ابسط صورة بجد. لان كانت بتقول س زائد ص ت. دي كانت ابسط صورة عندي وانا جبتها. في اي مشكلة؟ طيب اللي ما فهمش دي سهلة جدا وبسيطة يفهم اللي بعدها. في مرافق المقام، في مرافق المقام، المقام عندي 2 ناقص 5 يبقى 2 زائد 5 ت. 2 زائد 5 ت. في أي مشكلة؟ دي كبيرة شوية. اضرب ده في ده وده في ده. يلا يا معلم بقى نجيبها من الأول كده وبراحة واحدة واحدة. اضرب الأول في الأول والأول في الثاني وهكذا. طيب الاثنين دول شبه بعض، الأول يضربهم في بعض يبقى العدد في المرافق بتاعه 2 في 2 ب4 وعندي 5 في 5 ب 25 ت تربيع. ده المقام. البسط القوسين بتوعك يا عم. اضرب الاول في الاول والاول في الثاني والثاني في الاول والثاني في الثاني. القصه بتاعتنا. يلا 3 في 2 ب 6 و3 في 5 ب 15 ت. اللي بعد 2 في 2 ب 4 ت. حلو قوي. وعندك 2 في 5 ب 10 ت تربيع. ب 10 ت كام؟ تربيع. نعمل الحته دي تاني. ب 10 ت ايه؟ تربيع. بوظنا الدنيا. في اي مشكله؟ طيب تعال نكمل. بصه التانيه يا مستر. حاضر. هنا تحت في المقام الاول 4 دي ت تربيع بكام؟ بسالب 1. سمعتك. سالب 1 في سالب 25 بموجب 25. خلصنا المقام الحمد لله. البسط شكله مش عاجبني خالص. تعال نظبطه. يلا 6 زائد 15 و4 19 ت زائد 10 ت تربيع. يا لهوي قلت لك شيء تربيع. اول ما تشوفها حط بدلها ايه؟ سالب 1. بصه التاني معلش. المقام 4 و25 29. البسط 6 زائد 19 ت. وعندك دي ايه؟ سالب 1 في 10 يبقى بسالب 10. جدع. طيب لسه فيها تاني. حاضر. 6 ناقص 10. 6 ناقص 10 يبقى سالب 4 زائد 19 على 29. تاني 6 ناقص 10 سالب 4 و19 هتنزل زي ما هي على 29. في أي مشكلة؟ في. ما لقيتهاش في الاختيار. حاضر. خد ده مرة مع ده وخد ده مرة مع ده. يعني هتاخدها ازاي؟ سالب 4 على 29
هتلاقي عندك في الاختياري زائد 19 على 29 ت. خد دي مره مع دي ودي مره مع دي. في اي مشكله يا شباب؟ طيب هنعملها تاني الحته دي سريعا. يبقى هنقول تاني على 29 هنا 6 ناقص 10 سالب 4 زائد 19 ت. خد ده مره مع ده وده مره مع ده. قلب اهو. ماشي كده؟ في اي مشكله؟ زي ما موضح قدامنا كده. صعب يا شباب؟ عيد تاني بالراحه الفيديو. الدرس ده تقيل ولكن ان شاء الله هيبقى معاك 100 100 لو سمعت البي دي اف كله كامل مكمل. طيب تعال نشوف ايه ده يا مستر واحنا خلصنا من ده. اوجد قيمه س وقيمه ص. اوجد قيمه س وقيمه ايه؟ ص. حاضر دي س ودي ايه؟ ص. لا لا لا. شايف المنظر الوحش ده؟ ظبطهولي الاول. هاتهولي في ابسط صوره. خليهولي عدد مركب محترم زي العدد المركب اللي جنبه. يعني هقسم دي، سيبك من دي خالص، اركنها على جنب. هات لي يلا العدد ده بالراحه يا عم. ماشي ننقله 2 زائد ت 2 ناقص ت. ايه ده يا عم؟ 3 زائد 4 ت. بسط يا عم انور. حاضر يا عم ده سهله. ده العدد في المرافق بتاعه. ما هي يلا يعني الاول في الاول والتاني في التاني. 2 في 2 ب4 ت في ت بسالب ت تربيع على 3 زائد 4 ت. في اي مشكله؟ شكلها وحش. حاضر يلا ت تربيع بكام؟ سالب 1. سالب 1 في سالب بموجب 1 يبقى 4 زائد 1 كام؟ 5 على 3 زائد 4 ت. تاني ت تربيع بسالب 1 يبقى 4 زائد 1 يدينا كام؟ 5. شايف دي؟ اول سؤال في ابسط صوره لسه قايلينه من سؤالين. هنعمل ايه؟ هنضرب في المرافق. هنضرب في الايه؟ في المرافق. حاضر يلا يا عم نضرب في المرافق. تحت 3 زائد يبقى ناقص بقى 4 ت وهنا 3 ناقص 4 ت. يلا اضرب ده في ده بسرعه. حاضر 3 في 3 ب9 زائد موجب في سالب بسالب و4 في 4 ب 16 ت تربيع. في اي مشكله؟ يلا اللي فوق زي ما هو 5 مضروبه في 3 ناقص 4 ت. كمل يلا. حاضر يا مستر. سالب 1. سالب 1 في سالب 16 بموجب كام؟ 16 يعني 9 زائد 16. ماشي فوق 5 3 ناقص 4 ت. تاني 9 و16 كام يا شباب؟ يبقى 25 وفوق 5 3 ناقص 4 ت. في اي مشكله؟ يلا بصك كمان على الخمسه فيها الواحد على الخمسه فيها الخمسه هيدينا هنا ايه؟ تعال انت هنا كده. يلا على الخمسه فيها الواحد على الخمسه فيها الخمسه هيدينا ايه؟ فوق ما بقاش في حاجه يبقى 3 ناقص 4 ت على الخمسه. في اي مشكله يا شباب؟ برضو ناخد ده مع ده مره وده مع ده مره. تعال نعملها يلا. قلب كمان اهو. يلا يبقى 3 بتساوي على 5 ناقص اهي 4 على 5 ت. شايف ده؟ هناخده نساويه باللي فوق ده. يلا يبقى هنقول تاني 3. طب بص نعيد الحته الاخيره دي تاني معلش. نعيد الحته الاخيره دي. يلا معايا. يبقى 1 فوق يبقى 3 ناقص 4 ت على 5. هعملها لك بلون تاني عشان ما تتلخبطش. هاخد ده مع ده وده مع ده. يلا يبقى 3 على 5 والتانية سالب 4 على 5 ت. بس هنساويها بده اهو يا عم. يعني 3 على 5 ناقص 4 على 5 ت بتساوي س زائد ص ت. سويهم لي يلا ببعض. تعالي السين الاول مع الاول والتاني مع التاني يعني الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. يعني س هتساوي 3 على 5 وعندك ص هتساوي سالب 4 على 5. صعبه؟ صعبه يا شباب؟